صباح الخير او مساء الخير على حسب الميعاد اللي بتشوفوني فيها. سنه تانية وحشتوني جدا جدا جدا. باذن الله جايين النهارده هنحل اهم الاسئله على الدرس الاول في الوحده الثانيه. طب هي اصلا الوحده الثانيه بتتكلم على ايه يا ميس؟ الوحده الثانيه بتتكلم عندنا عن الفيزياء وقوانين نيوتن والحركه وهكذا. طب يا ميس اصلا الفيزياء دي صعبه والدرس ده رخم قوي وفيه قوانين كتير ومعلومات كتير قوي. لا خالص، باذن الله واحنا ماشيين سؤال ستيب باي ستيب هحاول اشرح لك الجزئيه اللي بتدور حواليها. فهنعتبر ان الفيديو شرح وحل، لكن طبعا الشرح المفصل بالملزمه بكل حاجه زي ما احنا عارفين من اول السنه على المنصه باذن الله، وعاملين لكم اوفرز كويسه جدا 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 بخصوص شهر رمضان والعيد. طيب يميس قول لنا كده الاوفرز بسرعه قبل ما نبدا. هقول لك احنا كان عندنا الشهر كان ب100، شهر 3 باذن الله عليه عرض هيبقى ب80 بدل 100، وباذن الله الترم كان عندنا ب280 علشان رمضان والعيد هتاخد الترم كله ب200 جنيه. طب الترم كله ده شامل ايه يا ميس؟ شامل كل شرح المنهج اللي فاتك كله هتلاقيه موجود، شرح جميع الدروس اللي جايه كلها هتلاقيها موجوده، ملازم الحل اللي احنا بنحل بيها على اليوتيوب، وملازم الشرح بتاعتك، ومراجعه على كل وحده، تمام، ومراجعه طبعا شرح وحل باذن الله. وكمان هيبقى عندك ليالي الامتحان كلها، وعندك امتحان قبل الحصه، وعندك امتحان شامل على كل وحده، وكل ده يا باشا ب200 جنيه بس. فالتفاصيل دي كلها هسيبها لكم برضو في اول كومنت، وهسيب لكم لينكات المنصه في اول كومنت. فركز بقى معايا، سيبك من اي حاجه، ويلا نشوف هنحل ازاي باذن الله على الدرس دوت. طيب الاسئله يا ميس منين؟ الاسئله من كتاب الامتحان طبعا لطلبه المنصه، ده الواجب بتاعك، ولطلبه اليوتيوب احنا بنحل اهم الاسئله على كتاب الامتحان، وهنحاول ندخل جزء شرح مع الاسئله. يلا نبدأ. سمي الله. هنا بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. عالم أوضح أن الأجسام تميل للاحتفاظ بحالتها من السكون أو الحركة إلى ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. مين اللي أوضح ده؟ كان أرسطو. كان إيه؟ أرسطو. تمام، مش القوة المحصلة دي غلطة. تاني سؤال عندي بيقول لي ايه بقى؟ يظل الجسم على حالته من السكون او الحركه بسرعه ايه؟ بسرعه منتظمه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه تغير من حالته. يعني ايه الكلام ده؟ او ايه النظريه اللي بتقول لي كده؟ هقول لك ده قانون نيوتن. القانون دوت قانون ايه لنيوتن؟ انا عندي كام قانون لنيوتن؟ عندي 3 قوانين. عندي 3 قوانين. القانون ده اللي هو الجسم بيفضل ساكن، يعني هو بيقول لي انا بفضل ساكنه كده، او بفضل اللي انا اتحرك لو ما اثرش عليا قوه خارجيه. يعني ايه؟ انا دلوقتي واقفه، تمام، انا ما حدش جه زقني من ورايا دفعني لقدام، تمام، يبقى انا كده هفضل ايه؟ واقفه. انما لو حد جه زقني هو كده اثر عليا بقوه وخلاني اتحرك. طيب لو العربيه ماشيه، تمام، وانا ما دوستش فرامل، العربيه هتقف منها لنفسها ولا لازم اثر عليها بقوه اللي هي الفرامل؟ لا، لازم اثر عليها بقوه اللي هي الفرامل، اللي هو ايه ده؟ اللي هو القصور الذاتي، اللي هو القصور الذاتي، اللي هو ده القانون الاول لنيوتن. جميل قوي. هنا بيقول لي جهاز يحافظ على ثبات السرعه. الجهاز اللي بيبقى عندي في العربيه اللي انا بثبت بيه السرعه بتاعتي، انا مثلا عايزه امشي على سرعه 120، يبقى انا هثبت الجهاز بتاعي على السرعه. طيب من اسمه هو بيثبت السرعه، فهو جهاز مثبت الايه؟ السرعه، مثبت السرعه. هنا بيقول لي مقدار التغير في سرعه الجسم خلال وحده الزمن. يعني ايه؟ دي العجله. يعني ايه العجله بقى؟ انا العجله دي بتحصل عندي امتى؟ لما بغير من سرعه الجسم، لما بغير من سرعه الجسم، اذا كان بالنقصان او بالزياده. طيب ده كان في قانون ايه؟ ده كان في قانون نيوتن الثاني. ده كان في قانون نيوتن الثاني. هنا بيقول لي اذا اثرت قوه محصله اف على جسم ما كتلته ام فانها تكسبه عجله ايه؟ اللي هو ده قانون نيوتن الايه؟ الثاني. قانون نيوتن الثاني. طيب في نفس اتجاه تأثير القوة المحصلة، ده كان قانون نيوتن التاني. يبقى أنا كده عندي قانونين لنيوتن، عندي القصور الذاتي وتغيير السرعة. تعالى كده اكتبها لك هنا كده، قوانين نيوتن. حلو قوي. طيب أنا عندي كام قانون لنيوتن؟ قلت لك اللي أنا عندي 3 قوانين. طيب القانون الأول
تمام. كان القانون الاول قلت لك اللي هو اسمه ايه؟ القانون الاول قلت لك اللي هو اسمه القصور الذاتي. جميل قوي. طيب والقانون الثاني، القانون الثاني اللي هو تغيير السرعة بالزيادة أو النقصان. طيب استوب ثانية. أنا دلوقتي لو أنا دلوقتي عربية ماشية بالراحة، جيت اديتها بنزين جامد جدا، فايه اللي حصل؟ سرعتها اتغيرت فبقت تمشي أسرع. ناتج تغيير السرعة بيحصل عندي عجلة. ناتج تغيير السرعة بيحصل حاجة عندي اسمها العجلة، يحدث عجلة. طيب أنا عندي عجلة سالبة وعندي عجلة موجبة، طب إيه الفرق ما بينهم؟ هو مش أنا قلت لك هغير السرعة بالزيادة أو بالنقصان؟ أيوه، يبقى أنا عندي عجلة سالبة، العجلة الموجبة، وعندي العجلة السالبة. طيب العجلة الموجبة بتحصل إمتى؟ بتحصل لو أنا زودت السرعة، لو أنا زودت زيادة السرعة. طيب والسالبة نقصان السرعة. جميل قوي. طيب هنا كده تعالى اقول لك برضو القصور الذاتي يعني ايه باختصار. هنا بيقول لي القصور الذاتي بيقول لي ان انا الجسم يبقى على حالته اذا لم يؤثر عليه قوه. يعني انا دلوقتي واقفه، انا مستحيل دلوقتي اتحرك غير مثلا لو حد جه زقني من ورا. مستحيل العربيه بتاعتك تتحرك غير لما تديها بنزين. هل هتتحرك لوحدها؟ مستحيل. يبقى البنزين ده القوه اللي انا باثر بيها على العربيه عشان تمشي. طيب انا دلوقتي العربيه ماشيه وماشيه بسرعه جدا جدا جدا، هل هتقف منها لنفسها ولا لما انت تدوس فرامل؟ لا، لما انا ادوس فرامل. يبقى انا لازم اثر على الجسم بقوه، لازم اثر على الجسم بقوه. يبقى الجسم على حالته اذا كانت سكون او حركه، اذا ايه بقى؟ لم يؤثر عليه قوة خارجية. جميل جميل. اتمنى تبقى فاهم معايا وايه ولامم الدنيا معايا شويه. بعدين عندي القانون الثالث، القانون الثالث اسمه ايه بقى؟ لكل فعل رد فعل. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. دلوقتي لو انا ماسكه كوره بلاستيك، تمام؟ الناس اللي بتحب تلعب كوره، لو انا ماسك كوره بلاستيك حلو قوي جميل، وانا قمت دبتها على الارض، تمام؟ رميتها كده على الارض فطلعت لي تاني، اللي هي اللعبه اللي احنا بنفضل نلعبها دي ونفضل ننطط الكوره على الارض، ده اسمه ايه؟ نتيجه ان انت ضربتها على الارض ايه اللي حصل؟ هي طلعت لك لفوق مع انك نزلتها لتحت، بس رد الفعل بتاعها كان عكس اتجاه القوه، رد الفعل بتاعها كان عكس اتجاه القوه. يبقى انا مثلا تخيل ان انت معاك كوره، تمام؟ وقمت دبتها على الارض هتلاقيها ايه؟ طلعت لك فوق. دبتها على الارض طلعت لك فوق. يبقى انا عندي لكل فعل رد فعل. تخيل كده لو انت مركز معايا، انا قلت لك نزلتها على الارض، رميتها على الارض، طلعت لفوق، يبقى رد الفعل عكس الفعل. هنا اتجاه رد الفعل عكس اتجاه الايه؟ القوة. ده باختصار الاختصار يا شباب، تمام؟ يبقى انا كده عندي 3 قوانين لنيوتن، عندي القصور الذاتي، وعندي التغير في السرعة، وعندي لكل فعل رد فعل. تمام؟ اظبط لكم السبورة عشان لو حد حابب ياخدها سكرين شوت. تمام؟ وده ملخص كويس جدا 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 لطلبة المنصة. تمام؟ يبقى معاك كده شرح وملخص ايه لكل قوانين نيوتن. تمام، يلا نرجع للأسئلة بقى.
هنا بيقول لي وسيلة أمان تعمل مع حزام الأمان، يعني حاجة في العربية كده في السيارة على زيادة زمن التصادم، وبالتالي تقليل معدل التغير في الإيه؟ في السرعة، مما يقلل من قوة التصادم المؤثرة على السائق، اللي هي إيه؟ قلت لك عندي وسادة هوائية. الوسادة الهوائية دي موجودة فين يا ميس؟ عندك هتلاقيها كده موجودة في الدريكسيون. أول ما بيلاقي مثلا إن هو كان ماشي على سرعة 120 وفجأة بقى ماشي على 180، فكده حصل تغيير في السرعه، فهو هيعمل ايه عشان يحميه؟ الوساده الهوائيه بتاعتي دي هتبدا انها تخبط فيه، تتنفخ وتخبط فيه. ليه؟ علشان تحميه من حدوث ايه؟ اي حادثه، تحميه من حدوث اي حادثه. هنا بيقول لي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، مساوي في الايه؟ في المقدار، ومضاد له في الاتجاه. احنا قلنا ده قانون نيوتن الايه؟ الثالث. طيب عندي تصادم بين جسم ساكن واخر متحرك، جميل قوي، لهما نفس الكتله، تمام، ولا يحدث فقد في الطاقه، ده اسمه ايه؟ تصادم مرن، ده اسمه تصادم مرن. امال التصادم الغير مرن ده ايه يا ميس؟ هقول لك حاله، تصادم بين جسم ساكن واخر متحرك ليهم نفس الكتله ويحدث فقدان في الطاقه، ويحدث فقدان في الطاقه. يبقى انا عندي التصادم المرن، تمام، مش بيحصل فيه ايه؟ فقد في الطاقه. الغير مرن يحدث فقد للطاقه. تعالى اكتبها لك علشان برضو تبقى ايه؟ لمم كده الدنيا وملخص الدنيا معايا. هنقول تصادم مرن، تصادم ماله غير مرن. طيب احنا متفقين وعرفنا ايه هو التعريف بتاعنا، فاحنا هنختصره كده. تصادم مرن لا يوجد فقدان في الطاقة. جميل قوي. طيب انما المرن يحدث فقدان في الطاقة. طيب يا ميس الاتنين بيحصلوا بين ايه؟ الاتنين بيحصلوا بين جسم ساكن واخر بيتحرك. يعني انا دلوقتي عندي ده ساكن، انا عندي جسم تاني زي كورة مثلا بتتحرك، هتتصدم بالايه؟ بالقلم، هيحصل لها ايه؟ تصادم بالقلم. تعالى كده، يحدث بين جسم ساكن واخر متحرك. ادي يا باشا التصادم باختصار. انا قلت لك هحاول وانا ماشيه معاك سؤال سؤال نجمع المعلومات بتاعتنا. تعالى خش بقى على ايه؟ اكمل. بدأ لي بكميات فيزيائيه وقياسيه. تعالى كده بس هقول لك نعرف ايه هي الكميات الفيزيائيه والقياسيه. انا عندي الكميات الفيزيائيه بتاعتي نوعين، تعالى نكتبهم كده. الكميات الفيزيائيه، لا حول ولا قوه الا بالله، ده حتى الشياطين بتتسلسل في رمضان. الكميات الفيزيائيه، تمام. عندي قلت لك عندي نوعين، عندي قياسيه وعندي متجهه. طيب يعني ايه يا ميس قياسيه ويعني ايه متجهه؟ معروفه من التعريف بتاعها، لو انت مش عارف ايه هي. القياسيه علشان اقدر احددها بحتاج المقدار فقط، يمكن لتحديدها يعني مجرد ما هتديني الرقم خلاص هقول لك انا عرفت. لتحديدها المقدار فقط. يعني ايه يا ميس؟ اديني مثال، انا مش فاهم. هي الساعه كام؟ هي الساعه كام؟ رد عليا، انا عايزه اعرف دلوقتي الساعه كام. هتقولي الساعه 6 بس. خلاص كده انت جاوبتني على السؤال، كده انت جاوبتني على السؤال. يبقى انا الكميه القياسيه علشان اقدر اعرفك بيها عايز رقم بس. طيب هقول لك هو انت مشيت قد ايه؟ هتقولي 10 متر. محتاج حاجه تاني؟ لا. يبقى انا دلوقتي الكميات القياسيه دي كميات يمكن لتحديدها المقدار فقط. طب زي ايه مثلا يا ميس؟ هقول لك عندي زي الزمن زي ما قلنا، والمسافه. ولما اجي اقول لك هو انت وزنك كام، عايزه اعرف الكتله اللي قدامي دي قد ايه، تمام. هتقولي وزنها 5 جرام، هتقولي انا وزني 70 كيلو كده. يبقى انا دلوقتي انا بحدد برقم بس. مجرد ما انت قلت لي ان انت 70 كيلو خلاص انا تخيلت
شكلك شكلك في دماغي. ايه شكلك في جسمي دي؟ شكلك في ايه؟ في دماغي. عرفت ان انت ولا رفيع ولا تخين، فانت 70 كيلو، فانت تمام كده. انا ايه؟ عرفتك. طيب دلوقتي قلت لي الساعه 6، خلاص انا عرفت ان احنا دلوقتي الساعه 6. يعني مش محتاجه حاجه، مش محتاجه اي حاجه تانية علشان تقدر تعرف لي اللي انا سالتك عليه. وزي الكتله. طيب انما المتجهه يمكن لتحديدها معرفة المقدار والاتجاه. لما اجي اقول لك هو انت اثرت بقوه قد ايه على الجسم ده، او احنا خدنا قبل كده الازاحه، هقول لك انا عايز ازاحه الجسم ده. طيب هل هتقول لي ازاحته 4 سم وتسكت، ولا لازم تقول لي 4 سم شرقا جنوبا شمالا غربا اي مصيبه؟ لا، لازم تقول لي الاتجاه بتاعه، لازم تقول لي ايه الاتجاه بتاعه. يبقى انا في حاجات لازم علشان اقدر اعرفها واقدر احددها اعرف مقدار واتجاه. انا طماع، تمام؟ يبقى انا مثلا لما اجي اقول لك انت اثرت على الجسم ده بقوه قد ايه، هتقول لي 20 نيوتن مثلا شرقا. لازم تكتب لي الاتجاه. كتبت لي 20 نيوتن بس هقول لك غلط، انا ما فهمتش انت اثرت بقوه ازاي. هل انت زقيت الحاجه كده، ولا زقيت الحاجه كده، ولا زقيت الحاجه كده؟ انا مش عرفني، هخمن؟ مش هقدر اخمن. يبقى الرقم لوحده غير كافي يعرفني انت عملت ايه. يبقى انا دلوقتي المتجهه يمكن لتحديدها معرفه المقدار والاتجاه. طب زي ايه؟ زي القوه والازاحه. بس كده يا باشا، دي الكميات الفيزيائيه بتاعتنا باختصار. وادي السبوره اهي عشان لو حابب تاخد سكرين شوت. نرجع بقى. هنا بيقول لي الكتله الكتله كميه فيزيائيه قياسيه. طب ليه؟ عشان اعرفها بس عايز رقم بس، مش عايز اكتر من كده منك. بينما القوه كميه ايه؟ متجهه، عايز مقدار واتجاه. يلزم لتعريف القوه تحديد الايه؟ المقدار والاتجاه. توصف القوة المؤثرة على الجسم بإنها متزنة. أنا عندي نوعين من القوة، عندي قوة متزنة وغير متزنة. قوة متزنة وغير متزنة عندما تكون محصلتهما تساوي صفر، وبإنها نقط عندما لا تساوي محصلتها صفر. دي الغير متزنة. تعال أقول لك يعني إيه، أو باختصار إيه هو الكلام ده. أنا عندي أنواع القوة نوعين. أنواع القوة عندي متزنة. والله انا بحاول اشرح لك بقدر الامكان اللي بيجي قدامي مع السؤال، تمام؟ بقى احاول اعمل اللي عليا. غير استنى غير متزنة. طيب ايه هي القوة المتزنة وايه هي القوة الغير متزنة؟ قال لي ان انا عشان اعرف ان هي قوة متزنة، محصلة القوة بتاعتي، القوة تساوي 0. هتقول لي يا ميس انا اصلا مش عارف يعني ايه محصلة. يا لهوي يا مصيبتي يا خرابي، مش عارف يعني ايه محصلة؟ يا لهوي. هعتبر ان حد قال لي مش عارف يعني ايه محصلة. يعني ايه محصلة؟ يعني ايه كلمة محصلة القوة؟ هكتبها محصلة القوة. ايه هي محصلة القوة؟ هي مجموع القوى المؤثرة على الجسم. ده باختصار، ماشي؟ بقولها لك كده ايه باللغة العامية عشان تفهمني، تمام؟ يعني ايه محصلة القوة؟ دلوقتي انا عندي يا باشا مثلا، عندي هنا كده مكعب جميل قوي. انا دلوقتي حد بيزقه هنا بقوة كام؟ 30 نيوتن، تمام؟ وحد بيزقه من هنا بقوة 30 نيوتن.
تمام؟ يبقى انا دلوقتي عندي القوتين ايه؟ واحده 30 وواحده 30. طيب القوه المتزنه دي دلوقتي انا بقول لك محصله القوه بتاعتي هنا ايه؟ محصله القوه بتاعتي بصفر. ليه؟ لاني هطرح. ليه؟ ليه؟ علشان هما في عكس الاتجاه، علشان انا بأثر هنا كده شمال وهنا بأثر ناحيه اليمين، فهم في عكس الاتجاه، فايه اللي هيحصل؟ فانا هطرحهم. هطرحهم. يبقى انا لما اجي اطرحهم هيطلع لي محصله القوه بتاعتي بصفر. جميل قوي. دي الايه؟ المتزنه. يعني من الاخر انا بزق من هنا ب 30 وبزق من هنا ب 30، وانا عندي الحاجه كده هتفضل محشوره في النص مش هتتحرك. كده الحاجه بتاعتي هتفضل محشوره في النص مش هتتحرك. ليه؟ لان الاثنين بيساووا بعض في عكس الاتجاه. تعالى بقى الغير متزنه. محصله القوى لا تساوي زيرو. تمام؟ مثلا عندي مكعب، يا عم انا بقصر هنا ب 30 وبقصر هنا ب 20، يبقى انا محصله القوه بتاعتي كام؟ محصله القوه بتاعتي هتبقى 10. طيب يا عم مثلا لو انا بقصر بالاتنين في نفس الاتجاه، اهو كده مثلا الاتنين في نفس الاتجاه، عندي 30 وعندي 20، هيبقى محصله القوه 50. فدي بتاعتي ايه؟ غير متزنه. دي الغير متزنه. يبقى انا عندي باختصار عشان تبقى عارف، المتزنه بصفر والغير متزنه برقم غير الصفر. تعالى نكمل. هنا بيقول لي كلما ازدادت كتلة الجسم الساكن، كل ما الجسم بتاعي بقى ايه؟ كتلته كبيرة. قصوره الذاتي، يعني قصوره الذاتي هيزيد ولا هيقل؟ لا هيزيد. طيب وبالتالي يصعب ايه؟ تحريكه. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. دلوقتي انا عندي جسم كبير قوي ساكن. يعني ايه اصلا القصور الذاتي؟ هقول لك. القصور الذاتي ده كل فكرته ان انا مثلا لو انت راكب في ميكروباص حلو قوي جميل، فانت طول ما الميكروباص ماشي تمام، فايه اللي بيحصل؟ انت بتتهز هزات بسيطه مع الميكروباص، فاول ما بيفرمل انت عشان تفضل محافظ على طاقه الحركه اللي جواك بتقوم عامل ايه؟ تقوم جاي لقدام. ده اسمه القصور الذاتي. طيب لو الكتله بتاعتي كبيره، لو انا معايا كتله كبيره تمام وهي ساكنه حلوه قوي، فهي محتفظه بطاقه الوضع اللي عندها، بالسكون اللي عندها، وجيت انا زقتها، هل هقدر اثر عليها بسهوله؟ لا. ليه؟ لان قصورها الذاتي عالي، مش هتتحرك بسهوله، ولذلك صعب التحريك. يعني ايه؟ مثلا جرب كده تقوم مثلا تزق الدولاب اللي عندكم في البيت، لو الدولاب كبير قوي جرب كده تقوم تزقه، مش هتقدر تزقه. ليه؟ لان كتلته كبيره وعنده قصور ذاتي، وهيبقى صعب ان انت تحركه. بقى تنادي بابا بقى وماما ويلا عشان نزق الدولاب. تمام. كلما ازداد القصور الذاتي، يعني كل ما القصور بتاعي بيزيد لجسم متحرك تمام، ايه اللي بيحصل؟ يزداد زمن التوقف. يعني ايه؟ انا دلوقتي بقول لك جسم بيتحرك فهو محتفظ بالحركه اللي عنده، يبقى القصور الذاتي بتاعه ايه؟ عالي، هو محتفظ بالحركه اللي عنده. يبقى علشان اوقفه هل هحتاج وقت قصير ولا وقت طويل؟ لا هحتاج وقت طويل. ليه؟ قلت لك قصوره الذاتي عالي، ومسافه التوقف التي يقطعها عند استخدام الفرامل هتبقى ايه؟ كبيره. هنا بيقول لي عندما تتغير سرعه جسم بالزياده او بالنقصان، قلت لك ده يحصل عندي ايه؟ عجله، صح كده؟ فان الجسم يكتسب عجله ويكون اتجاهها نفس اتجاه القوه اللي باثر عليها. مش بقول لكم الشياطين دي المفروض مشيت في رمضان، بس هي ما مشيتش من هنا. تمام. طيب دلوقتي هنا بقى بيقول لي ايه؟ العوامل المؤثره في عجله الحركه. طب ايه هو اصلا القانون بتاع العجله؟ قانون العجله بيساوي ايه؟ اف على الام. يبقى الاي بتاعتي بتساوي اف على الام، الاف على الام. تعالى كده نكتبها في مثلث. هنعمل كده وهنكتب الاف وهنكتب الاي وهنكتب الام. طيب يا ميس ايه هي اصلا مكونات المثلث دي؟ انا مش عارف. طيب الاف دي القوه، الام دي الكتله، الاي دي العجله،
وزي ما شرحنا قبل كده ان انا لو عندي مثلث واحد بقدر اطلع منه 3 قوانين، يبقى انا هنا عندي الاف بتاعتي بتساوي، والاي بتساوي، والام بتساوي. تعالوا نشوف كده هيساوي ايه. انا قلت لك لو انا عايز دلوقتي هجيب الاف اللي هي القوه، هحط ايدي على الاف واخد الاتنين اللي باقيين واللي جنب بعض بنضرب واللي فوق بعض بنقسم، يبقى الاف بتاعتي هتبقى ايه؟ ايه في الام. طيب والعجله بتاعتي اهي اف على ام، صعبه. طيب والام اف على ايه؟ تمام، دي هنحتاجها كتير جدا في الايه، في المسائل اللي جايه. يبقى انا دلوقتي العوامل المؤثره على عجله الحركه بتاعتي هي الكتله والقوه المحصله، تعرفوا دول مرتبطين بيه، او القانون ده مرتبط بايه؟ مرتبط بقانون نيوتن الثاني، مش عارفه اكتبها فين. قانون نيوتن الثاني، لاني هو اللي بيقول على تغير السرعه، هو اللي بيتكلم معايا على تغير السرعه اهو، عشان برضو تبقى عارف احنا ايه فين وبنعمل ايه. يلا نكمل. من خواص قوى الفعل ورد الفعل، قلت لك ان هم متساويين في المقدار وعكس بعض في الاتجاه، متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه. عند حدوث تصادم مرن بين كتلتين متماثلتين، جميل، احدهما ساكنه والاخرى متحركه، حلو جدا، فان الكتله الساكنه ايه اللي هيحصل لها؟ هتتحرك بالنسبه للايه؟ يعني الكتله بتاعتي الساكنه هتتحرك، واللي بتتحرك هتقف، عند حدوث تصادم بين كتلتين متماثلتين مع فقد الطاقة، يبقى أنا كده عندي تصادم إيه؟ غير مرن. على هيئة حرارة أو صوت يكون التصادم إيه؟ غير مرن، وإذا لم يتم فقد طاقة هيبقى التصادم بتاعي مرن. تعالى خش على صح وغلط. بيقول لي عندما تتغير سرعة الجسم بمرور الزمن، جميل قوي، فإنه يكتسب عجلة، حلوة قوي، في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم، صح. كلما زادت القوة المحصلة، يعني القوة المحصلة بتاعتي بتزيد على جسم. طب تعالى كده نكتب القانون بتاعنا قبل ما نقول أي حاجة. أنا قلت لك الإيه بتاعتي، تعالى نكتب بالأحمر أو خلينا بالأسود. الإيه بتساوي إف على الإم. تعالى أشرحها لك هنا. دلوقتي أنا عندي الإيه بتساوي، لا أنا عايزاها بالأحمر، معلش أهم حاجة الألوان. الإيه بتاعتي بتساوي إيه؟ إف على الإم. تمام. لو انت حضرت معايا اي حصه شرح او اي حصه حل، قلت لك لو انا عندي الحاجه اللي فوق في البسط هي بتتناسب طرديا، لو في المقام بتتناسب عكسيا. يعني ايه الكلام ده يا ميس؟ دلوقتي لو انا عندي القوه بتاعتي زادت، العجله بتاعتي هتزيد، الكتله بتاعتي زادت، العجله بتاعتي هتقل. يعني الايه العجله، تعالى اكتبها لك بقى هنا، العجله تتناسب ايه؟ طرديا مع مين بقى؟ يلا قول لي مع مين؟ مع القوة. حلو. العجلة تتناسب عكسيا مع الكتلة. يبقى دلوقتي لو انا عندي العجله زادت، القوه هتزيد، لو القوه زادت العجله هتزيد، ولو الكتله زادت العجله بتاعتي هتقل. تعال نشوف بقى هنا بيقول لي ايه. هنا بيقول لي كلما زادت القوه المحصله، يعني القوه دي زادت. طيب فايه اللي هيحصل؟ دلوقتي عندي العجله هتزيد، المفروض على الجسم تقل العجله، غلط، تزداد العجله. ليه؟ لان بينهم علاقه طرديه. طيب تعمل الوسادة الهوائية مع حزام الأمان على زيادة معدل التغير في السرعة، غلط طبعا، تقليل معدل السرعة. أنا كل ده بعمله علشان أحميني من زيادة السرعة. حلو.
هنا بيقول لي قوتين الفعل ورد الفعل اللي هو القانون الثالث لنيوتن تعملان دون فارق زمني. بالظبط. ليه؟ انا مجرد ما برميها بتطلع، مجرد ما برميها بتطلع زي الكرة كفر، ارميها وترجع كده زي كده. هنا بيقول لي في التصادمات المرنة، تمام، يتم فقد جزء من الطاقة. غلط، الغير المرنة، الغير الايه؟ المرنة. في تغيرات الدوران يمثل دفع الهواء من المحركات لأسفل رد الفعل. غلط، ده الفعل نفسه، ده الفعل نفسه. القوة كمية فيزيائية قياسية. غلط. ليه؟ أنا عشان أعرف القوة بتاعتي لازم مقدار واتجاه، فهي كمية متجهة. إذا أثرت على جسم قوتين متساويتين، عندي قوتين متساويتين في المقدار، جميل، ومتضادتين في الاتجاه. حلو قوي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا عندي كده، طيب عندي قوة أثرت عليه بكده، تمام، ب30. حلو قوي. وقوة أثرت عليه بكده ب30. مش هو قال لي متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه؟ أدي أهو على خط واحد، فأن القوة المحصلة بتاعتي بتساوي 0. مظبوط. طيب تعالى كده أقول لك حاجة، تعالى اشرح لك، مش هشرحها لك هنا، هشرحها لك هنا. لو انا دلوقتي عندي قوتين، ركز معايا، قوتين متساويين او متساويتين، انا مش في حصه نحو، تمام، متساويين في المقدار، لا حول ولا قوه الا بالله، ومختلفتين. ايه كميه النحو دي بجد؟ في الاتجاه. تعالى كده، تعالى نرسمها كده. يعني ادي المربع بتاعنا الجميل، ادي الثقل بتاعنا، وهنا 30 وهنا 30. طيب هقول ايه؟ محصلة القوة 0. تمام؟ طيب لو قال لي قوتين عكس الاتجاه ومختلفين في المقدار، القوة المحصلة بتاعتي هتبقى ايه؟ القوة المحصلة الفرق بين القوتين. حطها قاعدة. دلوقتي انا عندي قوتين بيأثروا بعكس الاتجاه، ايه اللي هيحصل ما بينهم؟ هجيب القوة المحصلة ازاي؟ الفرق بين القوتين، الفرق بين القوتين. مثلا ادي عندي يا عم الثقل بتاعي، وبأثر كده، بأثر هنا ب50 وبأثر هنا ب30. طيب يبقى انا القوة المحصلة بتاعتي هتساوي ايه؟ 50 ناقص ال30 اللي هيساوي، هتساوي كام؟ هتساوي 20. 20 ايه؟ نيوتن ثانية. يا ميس دلوقتي ان انت قلتي لي ما ينفعش ان انا علشان اعرف القوه اعرفها برقم بس، انا عايز رقم وعايز اتجاه، وانت دلوقتي قلتي لي ان الاثنين في عكس الاتجاه، واحد في اليمين واحد في الشمال، يعني واحد يسار واحد يمين. هشوف المقدار الاكبر واخد الاتجاه بتاعه. يبقى كده معانا ايه؟ تاني ثابت عندي. انا دلوقتي لو انا عندي الاثنين مختلفين في المقدار، مختلفين في الاتجاه ونفس المقدار، المحصلة ب0 مش هنتكلم. طيب عندي مختلفين في الاتجاه ومختلفين في المقدار، ايه اللي هيحصل؟ الفرق بين القوتين، وهاخد الاتجاه للايه؟ للاكبر، وهاخد الاتجاه للاكبر. يعني انا دلوقتي عندي ال50 هي اللي اكبر. طيب هي بتأثر يسار ولا يمين؟ لا بتأثر يسار، فهكتب ايه؟ 20 نيوتن يسارا. يبقى احنا كده خدنا نوعين. اول نوع اللي انا عندي دلوقتي الاثنين عكس الاتجاه ونفس المقدار، 0. عكس الاتجاه ولكن مختلفين في المقدار، يبقى القوة المحصلة الفرق بين القوتين والاتجاه مع القوة الأكبر. ناقص لنا حالة ثالثة. ايه هي الحالة الثالثة؟ لو انا عندي قوتين
في نفس الاتجاه. الاتنين في نفس الاتجاه، بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة. محصلة القوى مجموع القوتين يبقى نفس جمع. عكس طرح، عكس طرح. لو هو مثلا هنرسمها ازاي كده والاتنين بيأثروا كده 50 و50، فبقت عندي كلها بايه؟ ب100. بقى عندي كلها ب100. وطبعا انا عندي الاتنين في نفس الايه؟ الاتجاه، يبقى هما نفس الاتجاه. هقول ايه؟ 100 100 ايه؟ يسارا. 100 يسارا او 100 غربا. تمام؟ يلا نكمل. تميل الأجسام للاحتفاظ بحالة حركتها، ده اللي هو الإيه؟ القصور الذاتي، ما لم تؤثر عليها قوة خارجية تغير من حالتها. مظبوط، وده كان القصور الذاتي. حلو قوي. عند توقف أتوبيس متحرك في خط مستقيم فجأة يندفع ركابه لليسار. لا طبعا، قلت لك لو أنا قاعد في أتوبيس وجي فجأة داس فرامل بعمل إيه؟ بهبط في الكرسي اللي قدامي، بيجي لي ارتجاج في المخ فجأة. تمام؟ هنا بيقول لي كلما زادت كتلة الجسم المتحرك يزداد قصوره الذاتي. مظبوط. طيب ايه هو اصلا القانون بتاع القصور الذاتي؟ نص ام في تربيع كي اي. نص ام في تربيع. فانا لما الكتلة بتاعتي بتزيد القصور الذاتي بتاعي ايه؟ بيزيد. طيب هنا ماذا يحدث اذا؟ ماذا يحدث اذا هي عكس بما تفسر، هي عكس ما النتائج، وهكذا. يعني الاثنين بندور حوالين فكرة واحدة. تمام؟ هنا بيقول لي غالبا بقى هنا بقى ايه؟ هيلم لنا باذن الله الشرح اللي احنا شرحناه ده كله من اول الحصه. انا مش عايزه الحصه تطول عليكم عشان انا عارفه ان وقت رمضان قد كده وانت اصلا ما بتبقاش شايف نفسك ومش في مود مذاكره، بس تمام يعني. هنا بيقول لنا اذا اثرت قوتين، حلو، متساويتين في المقدار. جميل. طيب هستوب هنا كده. قول لي لو هما في نفس الاتجاه هيبقى، قصدي لو هما في عكس الاتجاه هيبقى المحصله بتاعتهم بايه؟ المفروض يعني لو انت شاطر هتقول لي يا ميس لو هما في عكس الاتجاه مساويين في المقدار المحصله بتاعتهم هتساوي صفر. ده القانون انت لسه قايله لي حالا، المحصله بتاعتهم هتساوي صفر. تعالى كده نكملها. وقال لي ايه؟ اذا اثرت قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه. حلو قوي، ده انا المحصله هتبقى بزيرو. طيب على خط عمل واحد على جسم ساكن، انت قلتي لي يا ميس انا باثر بقوه من هنا وباثر من قوه من هنا، هيفضل محشور في النص مش هيعرف يتحرك. يبقى الجسم بتاعي هيتحرك ولا هيفضل ساكن؟ هيفضل ساكن. هيفضل ايه؟ ساكن. ليه؟ لان محصله القوه المؤثره عليه بصفر. هنا بيقول لي اذا كانت القوه المحصله المؤثره على جسم ساكن لا تساوي صفر، ما بتساويش صفر، يبقى انا كده عندي الاثنين ممكن يبقوا في عكس الاتجاه مختلفين في المقدار، او الاثنين في نفس المقدار في نفس الاتجاه. فايه اللي هيحصل؟ يتحرك الجسم في اتجاه القوه الاكبر بعجله منتظمه. بعجله منتظمه. اذا كانت القوه المحصله المؤثره على جسم متحرك تمام بسرعه ثابته تساوي صفر، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل الجسم متحرك بسرعه ثابته وفي خط مستقيم. ده اللي هو قانون نيوتن الاول بتاع القصور الذاتي او قانون الاستمراريه، بس هو القصور الذاتي. هنا بيقول لي استخدم سائق حافله متحركه الفرامل فجاه بالنسبه للركاب. ايه اللي هيحصل؟ هيطلعوا لقدام، مش محتاجه اي حاجه تانية. نظرا لقانون القصور الذاتي فانا اول ما السواق هيعمل فرامل انا اوريدي بتحرك والسواق ماشي حركه بسيطه، علشان احافظ على طاقه حركتي بطلع لقدام. طيب هنا بيقول لي لو انا عندي دلوقتي ساحر، انا ساحر، اعتبرني ان انا ساحر، وقدامي دلوقتي سفره تمام، وحطيت الاكل بقى وحطيت الفطار بقى والعصاير وايه، وانت مش قادر وجعان، جيت قمت عملت لك ايه؟ شدت لك الايه؟ المفرش اللي على السفره، تقعد انت تصوب بقى على الاكل اللي ايه؟ وقع. لا بقى المفاجاه هنا ان الاكل بتاعي مش هيقع. ليه بقى مش هيقع؟
هل عشان هو ساحر فما وقعش الاكل؟ لا، علشان انا عندي نظريه القصور الذاتي، وانا الحاجه بتاعتي ساكنه، وانا قلت لك هتحاول على قد ما تقدر انها تحافظ على حالتها اللي موجوده عليها، فهتفضل تحاول تحافظ على انها ساكنه. يظل الطبق ساكن في مكانه على ما لا يتحرك مع المفرش بسبب القصور الذاتي. ده اللي بيخليه يقاوم التغيير المفاجئ. حلو قوي. هنا زياده كتله جسم ساكن، قلت لك لما الكتله بتزيد القصور الذاتي بيقل، يبقى صعب ان انا احركه. تمام. فكلما زادت القوه كلما زادت مقاومه الجسم لتغيير حالته. اذا اثرت قوه غير متزنه. تمام. يعني ايه قوه غير متزنه؟ يعني ايه قوه غير متزنه؟ عايزاك تقولي في الكومنتات، قولي في الكومنتات. على جسم متحرك ايه اللي هيحصل؟ تتغير سرعه الجسم، تمام، تزداد او تقل او يتغير اتجاه حركته، اي ان الجسم يكتسب ايه؟ عجله، علشان غيرت في السرعه. مش عارفه ايه اللي حصل ده. اذا اثرت جسمين مختلفين في الايه؟ في الكتله. يبقى انا الاثنين عندي مختلفين في الايه؟ في الكتله، بقوه محصله لها نفس المقدار بالنسبه لعجله الحركه، ايه اللي هيحصل؟ يكتسب الجسم ذو الكتله الاقل عجله ايه؟ اكبر. يكتسب الجسم ذو الكتله الاقل عجله اكبر. ليه يا ميس؟ عشان لو انا عندي حاجه صغيره وعندي حاجه كبيره، ايه اللي هيكتسب سرعه اسرع؟ يعني ايه اللي هيخليه يكتسب سرعه اسرع؟ الصغير ولا الكبير؟ الصغير. وانا اصلا العجله معتمده عندي على ايه؟ معتمده عندي على تغيير السرعه. ويكتسب الجسم ذو الكتله الاكبر عجله اقل. طيب، لان العجله تتناسب عكسيا مع الكتله عند ثبوت القوه، لسه قايلينها في القانون. طيب، نقص القوة المحصلة. نقص القوة المحصلة. تعالى كده نكتب القانون بتاعنا تاني. أنا كان عندي ال A بتساوي F على الM. تمام. هنا بيقول لي نقص القوة المحصلة. تعالى نعملها بقى بلون تاني. القوة بتاعتي قلت. طيب، على نفس الجسم إلى النصف، دي قلت للنص. طيب، دي كمان هتقل للنص. تمام. بالنسبه لعجله الحركه، عجله الحركه بتاعتي هتقل للنص. ليه؟ لان هما الاثنين بيتناسبوا طرديا مع بعض. القوه قلت للنص، العجله تقل للنص. طيب، لان العجله تتناسب طرديا مع القوه. طيب، تعالى هنا بقى قال لي زياده الكتله. تعالى هكتبها لك تاني يا عم. الايه بتساوي، لا تعالى لون تاني. الايه بتساوي اف على الام. انا دلوقتي عندي دي زادت للضعف، وانا قلت لك لو الكتله زادت ايه اللي بيحصل للعجله؟ العجله بتاعتي هتقل ايه بقى؟ للنص. هتقل للايه؟ للنص. مفيش حاجه اسمها هتقل للضعف، دي هتقل للنص. ليه؟ علشان قلنا بينهم العلاقه عكسيه. عند حدوث تصادم بين جسمين متحركين لهما نفس الكتله، تمام، ونفس السرعه في اتجاهين متضادين، ايه اللي هيحصل؟ يتوقف الجسمين عن الحركه إذا كان التصادم غير مرن تماما، أو يرتد كل منهما في الاتجاه عكس بعض. عند حدوث تصادم مرن، يعني أنا كده ما فقدتش طاقة بين جسم ساكن وآخر متحرك لهما نفس الكتلة. يتوقف الجسم المتحرك تماما بينما يتحرك الجسم الذي كان ثابت بنفس سرعة الجسم الأول. اختر كل مما يأتي حالات يتحرك فيها الجسم بعجلة. قلت لك هتحرك بعجلة في حالة واحدة بس، تغيير السرعة. طيب، عندما تزداد سرعته بمرور الزمن، ايوه طبعا العجله تتغير، ما زودت سرعه تقل سرعه، مظبوط. عندما يتغير اتجاه الحركه، طبعا. عندما يتحرك بسرعه منتظمه، مستحيل. مستحيل. لو انا عندي بتحرك بسرعه منتظمه، العجله بتاعتي بصفر، العجله بتاعتي بصفر. هنا يمثل القانون الثاني لنيوتن، قلت لك اللي هو قانون الاف، اللي هو الايه على الام، اللي هو الايه على ام. طيب، عندي في الشكل المقابل، فين الشكل المقابل؟ مفيش شكل مقابل والله، مفيش، يعني ما اعرفش. تمام، نسكيب بقى، نحاول نلاقي الشكل المقابل بعدين. هنا بقى بيقول لي تتناسب العجله، تمام، التي يتحرك بها الجسم طرديا مع الايه؟ مع القوه. مع الايه؟ قوه لسه كنا كاتبين القانون ايه بتساوي اف على الام. طيب، اي الاشكال التاليه يعبر عن العلاقه بين عجله الحركه للجسم والقوه؟ مش انا قلت لك بينهم علاقه طرديه؟ فين الشكل الطردي بتاعي؟ ده الشكل الطردي بتاعي، ده شكل عكسي، وده ثابت وده عكسي، تمام. تتناسب عجله حركه الجسم المتحرك
تناسبا عكسيا. يبقى انا عندي، تعالى نكتب القانون برضو تاني. ال A بتساوي F على M. عندي عجلة الحركة بتتناسب عكسي مع الكتلة، طبيعي اهو يا عم. عند ثبات القوة المحصلة المؤثرة عليه أي مما يلي يمثل العامل الضابط. يعني ايه العامل الضابط؟ ويعني ايه العامل المتغير؟ ويعني ايه العامل المستقل؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعالى هقول لك. عندي 3 عوامل. طيب العامل الضابط، واطبقها لك على القانون بتاعك على طول. تمام؟ العامل المتغير، العامل المستقل. طيب انا عندي القانون بتاعي بيساوي ال A بتساوي F على M، صح كده؟ صح. قلت لك دلوقتي انا هثبت الام، الكتله بتاعتي انا هثبتها. الحاجه اللي انا بثبتها ومش بغيرها دي اسمها الضابط، دي اسمها الضابط. يبقى انا هيبقى عندي ايه هنا؟ الضابط بتاعي هيبقى الكتله. طيب وقلت لك هغير في ايه؟ هغير في الايه؟ في القوه. هغير في الايه؟ في القوه. هيبقى ايه المتغير عندي؟ القوه. طيب المستقل ده ازاي؟ المستقل ده اللي بينتج من اللي انا بغيره. يعني انا دلوقتي ثبت دي، تمام، وقاعد بغير في القوه، ايه اللي هيحصل؟ العجله بتاعتي هتزيد نتيجه ايه؟ نتيجه تغيير القوه. يبقى العامل المستقل هو اللي بيتغير نتيجه العامل المتغير، اللي هو هنا هيبقى عندي العجله، اللي هو هيبقى عندي العجله. تعالوا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. اي مما يلي يمثل العامل الضابط والعامل التابع على الترتيب. طيب يعني ايه هو العامل التابع؟ اللي هو العامل المستقل. الاثنين حاجه واحده، القوه المحصله والعجله اللي احنا لسه شارحينها. ما الذي يمنع اصطدام السائق بالزجاج الامامي؟ انا عندي حاجتين بيحموني، حزام الامان والوساده الهوائيه. تمام؟ للسياره المتحركه عند الضغط بقوه على الفرامل بشكل مفاجئ. هنا جايب لي الحزام الامان، لو كان جايب لي الوساده الهوائيه كنت اختار الوساده الهوائيه. هنا بيقول لي عند نفخ بالون بالهواء، تمام، نفخت بالونه فيها هواء ثم تركته حرا ليندفع الهواء منه، فإن البالون يندفع عكس اتجاه اندفاع الهواء، وهذا يفسر لكل فعل رد فعل. ده القانون الثالث لنيوتن. كل مما يلي عبارات تنطبق على قانون الفعل ورد الفعل. تعالى كده، انا قلت لك اللي هم متساويين في المقدار ومختلفين في الاتجاه. تعالى بقى نشوف. مقدار قوة الفعل بتساوي مقدار قوة رد الفعل، مظبوط. اتجاه قوة الفعل عكس اتجاه قوة رد الفعل، جميل. قوة الفعل وقوة رد الفعل تؤثران على نفس الجسم؟ لا. قوة الفعل وقوة رد الفعل تؤثران على جسمين مختلفين، مظبوط. عند حدوث تصادم مرن يعني مش هفقد طاقة، تمام، بين كرتين متساويتين في الكتلة، أحدهما إكس ساكنة والأخرى متحركة، فإيه اللي هيحصل؟ عندي كورتين واي واكس هيتحركوا مع بعض بنفس السرعة. تمام. لا ثواني. هنا بيقول لي حدوث تصادم مرن، يعني انا دلوقتي مش هفقد طاقة، فايه اللي هيحصل؟ عندي الجسم الاولاني هيقف والجسم التاني هيتحرك بنفس السرعة. كل مما يلي يتضمن كمية فيزيائية متجهة، يعني عايز مقدار وعايز اتجاه. عجلة وقوة، ايوه. عجلة وكتلة، لا، الكتلة دي هنا قياسية، تمام. هنا القوة والزمن لا برضو، تمام. الكتلة والزمن كل مما يلي يتضمن كمية فيزيائية متجهة، ايوه، يبقى ده الوحيدة القياسية. هو عايز نطلع القياسية، تمام، ده الوحيدة القياسية. الاتنين قياسيين، الكتلة قياسية والزمن قياسي. تقدر القوة بوحدة الايه؟ النيوتن. الصندوق الموضوع على سقف سيارة، تمام، تتحرك بسرعة 60 كيلو متر. بالنسبة للمراقب يقف على رصيف هيكون بالنسبة له بيتحرك ب 60 كيلو متر. عندنا حاجة اسمها السرعة النسبية. لو أنا عندي المراقب بتاعي اللي واقف ساكن ما بيتحركش هيشوفني بنفس السرعة اللي أنا ماشي بيها، إنما لو إحنا الاتنين مشينا في نفس الاتجاه بيشوفني بطرح السرعتين ما بيننا. يعني لو أنا وعربية تانية ماشيين جنب بعض في نفس الاتجاه، هو سرعته 100 وأنا سرعتي 60، تمام، لو حد راكب معايا في العربية هيشوف ان سرعتنا 40.
تمام. انما لو انا مثلا في المترو، لو انت راكب المترو عندك الاتجاه اللي ماشي كده والاتجاه اللي ماشي كده، هتحس ان المترو التاني بيمشي اسرع منك بكتير. ليه؟ لان انت بتشوف سرعته بمجموع السرعتين، سرعتك وسرعه المترو التاني. هنا بيقول لي استمرار دوران اذرع المروحه. لما يقول لي استمرار دوران اذرع المروحه رغم ان انا قفلتها، او استمرار اي حاجه رغم ان انا وقفتها او شغلتها، هقول له ده القصور الذاتي قانون نيوتن الاول. كل مما ياتي من تطبيقات القصور الذاتي. تعال نشوف اي حاجه لما بوقفها بتفضل لسه بتتحرك، ولما بحركها بتفضل لسه واقفه. تعال نشوف. هنا اندفاع راكب الدراجه للامام اذا اصطدم بحاجز. ايوه ماشي، هو بيحاول يحافظ على طاقه الحركه اللي عنده. سقوط طفل على وجهه عند عرقله قدمه، اول ما رجله تتني تحتيه بيقوم واقع. تمام. صعوبة إيقاف الشاحنات الكبيرة. أيوة، عشان كتلتها كبيرة فتفضل محافظة على قصرها الذاتي. سقوط جسمي لأسفل بعد إلقاء أعلى. لأ، ده القانون الثالث لنيوتن اللي هو لكل فعل رد فعل. أي الأجسام التالية يكون قصوره الذاتي هو الأكبر. أنا القصور الذاتي بتاعي لو أنا عندي كتلة كبيرة قصوري الذاتي هيبقى كبير. تعال نشوف كده أكبر كتلة. عندي هنا 1 فلأ، عندي 5 لأ، عندي 10. أنا بصيت دلوقتي على كله، عندي 10 وعندي 15. مين اللي أكبر في الكتلة؟ ال15 الأكبر في الكتلة. طيب، ما الشكل الذي يعبر عن القوة المتزنة؟ القوة المتزنة يعني إيه؟ يعني بصفر. يعني بصفر. 3 و2 لأ، 2 و2 أيوه. في الشكل المقابل ما قيمة القوة F التي تحقق الاتزان. التي تحقق الاتزان يعني الجنب ده زي الجنب ده، يبقى لما اطرح الاتنين من بعض يساوي صفر. تعالى كده، هنا قال لي 50 و35 و15. تعالى كده نجمعهم مع بعض. 50 و15 65. 65 و35 استنى، 65 و5 كده 70 وال30 يبقى انا عندي كده 100 نيوتن. يبقى انا لازم الجنب التاني يبقى عندي 100. ليه؟ عشان المحصله بتاعتي تبقى بصفر. صح كده؟ تعالى هنا قال لي عندي 10 وعندي 75. 10 و75 كام؟ 85. يبقى 100 ناقص ال 85 هيتبقى عندي 15 عشان الاتنين يساووا 100. يبقى الاف بتاعتي التانيه بكام؟ ب 15 نيوتن. هنا لا، ما المقصود دي احنا قلناها خلاص في المصطلح العلمي. اوكي، تعالوا بقى نحل المسائل دي بقى في وايت بورد. تعالوا هنا بيقول لي الاول احسب مقدار العجله. تعالى نكتب الاول القانون بتاعنا، او تعالى نرسم المثلث عشان نرجع له دايما. حلو كده، اف اي ام. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. احسب مقدار العجله، يعني هو عايز الايه التي تتحرك بها جسم كتلته 50 جرام عند كيلو جرام عند تاثير عليه بقوه محصله مقدارها 200 نيوتن. يبقى انا عندي الايه بتاعتي اف على الام. الاف بتاعتي كام؟ الاف بتاعتي 200 على ال 50، وهنقول بتساوي، شوفها على الآلة هتساوي كام. طيب تعالى هنا بيقول لي احسب مقدار القوه اللازمه نتحرك. عايز دلوقتي الايه؟ القوه اف. اكتبها لك فين؟ اف. طيب دلوقتي تعالى نجيبها من المثلث. اف بتساوي الايه في الام. يبقى انا عندي دلوقتي ال 500 في الاتنين. جميل قوي. كل حاجه عندنا بنجيبها من الايه؟ من المثلث. طيب هنا بقى بيقول لي من الشكل المقابل. الحمد لله المره دي عندنا شكل اهو، ما عندكوش حجه. ما سرعه كل من الجسمين اكس وواي بعد حدوث تصادم مرن بينهم. يعني ايه حدوث تصادم مرن بينهم؟ يعني مش هيفقدوا اي طاقه. انا عندي سرعه اكس ب3. ايه ده؟ عندي سرعه اكس ب3 وكتلته ب5، وعندي هنا سرعته ب3 وكتلته ب5. تعالى كده دلوقتي، انا يعني ايه تصادم مرن اصلا؟ تعالى نترجم السؤال. تصادم مرن يعني لا يوجد فقد في الطاقة. حلو قوي. يعني الاتنين هيفضلوا يتحركوا عادي جدا. ليه بقى؟ لان انا عندي بما ان الجسمين لهم نفس السرعة، تمام، ايه اللي هيحصل بقى؟ يتحركوا عكس الاتجاه بنفس السرعة
نتيجة ايه بقى؟ تأثير عجلة باتجاه الايه؟ باتجاه القوة. يعني يا ميس في الآخر الجسمين هيتحركوا بكام؟ هقول إن بقى هنا هقول إن إكس هيساوي واي هيساوي كام؟ هيساوي ال3 متر اللي هما إيه؟ بيعملوهم. نفس السرعة بتاعتي مش هتتغير، ولكن هيتحركوا في اتجاهين مختلفين. هيتحركوا في اتجاهين ايه؟ مختلفين. يعني انا دلوقتي عندي كورة كده وكورة كده، اساسا الاتنين عكس الاتجاه. بص الاتنين عندي واحدة جاية كده وواحدة جاية كده، دي هتكمل مشيها كده وده هيكمل مشيه كده، والاتنين بنفس السرعة. وبكده نبقى خلصنا أهم الأسئلة على الدرس ده. أتمنى تبقى استفدت شرح وحل، وأتمنى ميبقاش في حاجة واقعة منك، ولو في حاجة واقعة منك تقدر تسألني في أي وقت أنت حابه، بس مسج فقط على ماسنجر، وبسيب لكم كل اللينكات في أول كومنت. طبعا متنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وكومنت لزوز لو الفيديو عجبك، أو ما عجبكش اعمل كده برضو. أشوفكم على خير بإذن الله سنة تانية. وطبعا ما تنسوش عروض المنصة اللي احنا قلنا عليها في أول الحصة. ده طبعا لو انت حابب بقى شرح وامتحانات بقى والكلام ده كله وضرب النار اللي احنا بنعمله الكلام الغريب ده. اشوفكم على خير باذن الله الاسبوع اللي جاي. باي باي.